السلام عليكم حبايبي. النهارده هنعمل فراخ الكنتاكي بس بطريقه بسيطه جدا. تعالوا بقى معايا نشوف الطريقه ايه والمكونات ايه. انا جبت الفرخه اهي، قطعتها وخليتها حسب ما انتوا عايزين، وعملتها قطع. تمام. ومعايا خلطه بقى الكنتاكي، معايا ملح، فلفل، سكر، بهارات الكنتاكي الحاره. عايزين تعملوها برده حسب الايه الرغبه بتاعتكم. شويه جنزبيل. انا غلفت كل الفراخ بتاعتنا، سيبها بقى في التلاجة ترتاح شويه قبل ما اعمل الكفر بتاعها. انا جبت بوله حطيت فيها لبن وبيضايه اهو، نص كوبايه لبن وبيضايه. ومعايا نشا، نص كوبايه نشا، نص كوبايه دقيق. وبعدين معايا معلقه خلطة الكنتاكي الحارة وفلفل، ومعايا برضو معلقة توابل فراخ. خلاص هقلب نشا على المكونات. ودقيق وكله، وبرضو بعد ما قلبنا هنحط جزء كده واجيب الفراخ بتاعتنا احطها في قلب الخلطة دي. انا حطيت خلاص الفراخ في الخلطة بتاعتنا، هسيبها شوية قبل ما اعمل رز بسمتي. انا حطيت بصلاية حلوة واديتها تشويحة اهي، واول ما توصل اللون ده احط ورق لوري، وبعدين هحط الكاري، واحط زبيب. الزبيب ده منقوع في شوية مية. بعدين بقى هبتدي احط الرز. حطينا الشوربة والملح. تمام. هنغطي عليها بقى، نفتح عليها بعد ربع ساعة يكون الرز اتشرب. جبت يا بنات الفراخ، حطيتها في قلب الخلطة بتاعتنا، وبعدين هاخدها من الخلطة اهي، هروح مرجعاها تاني مرة تانية في الخلطة، وبعدين على النار على طول. تحت على الرز يا بنات اهو، ما شاء الله الفراخ بتاعتنا بتتحمر. وبكده حبايبي يكون وصفتنا خلصت النهارده. عملنا فراخ ورز بسمتي، سلطة كولسلو، وملوخية، وبألف هنا حبايبي. عجبتكم الوصفة، عجبتكم الطريقة، يا ريت شير ولايك واشتراك يا حبايبي في القناة عشان يوصل لكم منا كل وصفة جديدة سهلة وبسيطة. سلام عليكم.